هعمل معاكم النهاردة شمع ديكور من بواقي الشموع القديمة اللي عندنا. جبت حاجة كده ألمونيوم وولعت النار وهديت خالص، وحطيت الشموع في الحاجة اللي هي قديمة عندي دي. لو عندك كنكة قديمة، اي حاجة قديمة، طبق ألمونيوم مش بتستخدميه، هتحطي وتسيحي فيه الشموع، بس طبعا ما ينفعش نستخدمه تاني للأكل. كان عندي القالب ده، سيحت الشمع بالشكل ده لحد ما ساح تماما. وبيوصل كمان معانا لدرجة حرارة حوالي 70 بالتقريب كده، بعرفها بالشكل كده بالتقريب. تمام. بعد كده جبت القالب ده، كان قالب صلصال عند الولاد في اللعب، فحبيت اشوف هيطلع معايا شكل القالب ازاي. طبعا كانت تعبت جدا بجد في التصوير، اتكب مني اول مرة. تاني مرة حاولت برضو، اتكبت وبهدلت الدنيا دي بقى، نزلت في الارض وعلى المطبخ، بهدلت لي الدنيا. جبت حاجه كده اسند عليها وحاولت برضو اطلعه، يعني ما يقستش الحمد لله. يعني انا لما بحط حاجه في دماغي هعملها يعني هعملها. جبت الفتيل اللي طلع من الشمع اللي احنا حطيناه ودوبناه، وحطيتها بالشكل ده علشان هعمل هصب فيه مرة تانية علشان ألزق الاتنين في بعض ويدوني شكل القرنبيطاية دي. تمام. طلعت معايا بالشكل ده، بس انا مش عارفه هي ليه طالعه زي كأن فيها بقعه كده. الناس بتاع الشموع يقولوا لنا لو يعرفوا، او لو اي حد يعرف هي ليه طالعه معايا زي كأن فيها بقعه كده من تحت. مش عارفه عشان الشموع هي قديمه ولا ايه، انا مش عارفه، بس ما علينا. انا كملت وحاولت بجد، حاولت تقريبا فيها حوالي 3 ساعات بصور في الفيديو ده. يعني انا كان عندي اصرار غريب اشوف شكلها في النهايه هيبقى عامل ازاي. حاولت، والتجربة فشلت مني كذا مرة بصراحة. تعبتني جدا، بس انا لما ببدأ حاجة بحب اكملها للاخر واشوف النتيجة. اتكسرت مني وانا بطلعها بالشكل ده. عدتها تاني، ودي على فكرة مش اول مرة اعيد، يعني انا الجزء اصلا الاولاني ده انا عيداه 3 مرات عشان يطلع معايا بالشكل ده. حاولت ادهن كده، احط دهنة زيت في القالب واصب تاني. انا تقريبا عملتها 6 مرات عشان اطلع القطعة يعني. ما علينا، انا كملت وقلت اشوف النهايه تبقى عامله معايا ازاي، فادينا بنحاول ونشوف النهايه تبقى ازاي. لما بينشف الشمع بينكمش بالشكل ده من المنتصف وبيعمل زي حفره كده. فكملته عادي، صبيت عليه تاني وكملته، وحاولت اطلعها تاني بالسكينه كده. وقعدت انا حاولت كتير جدا 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 بجد. الفيديو ده خد معاه مجهود رهيب. الناس بتشوف النهايه وكانها يعني ايه، خلاص الموضوع مش بياخد معانا مجهود او وقت، هو تصوير والموضوع بيخلص. بس كل حاجه ليها تعبها. في ناس بتشوف ان شغل الاونلاين ده لا، ده مجرد تصوير ومفيش اي تعب ومفيش اي حاجه. لا، هو شغل الاونلاين يا جماعه، والتصوير والفيديوهات والمونتاج ده اكتر حاجه بتاخد وقت. حاولت اسيح كده علشان احطهم الاتنين والزقهم على بعض. برضو الخطوه دي تعبتني جدا علشان احطهم والزقهم على بعض. حاولت كتير علشان اثبتهم ويديني الشكل النهائي. عايزه اقول لكم ان اهم حاجه السعي، وطول ما انا بسعى اكيد ربنا هيكرمني. الحمد لله طلعت معايا ووقفت وطلعت كويسه، بس فكت مني تاني وحاولت تاني برضو. وكان انا مش عارفه ايه الاصرار الرهيب اللي كان عندي عشان اطلعها يعني. والبقعه اللي طالعه فيهم دي انا مش عارفه ايه البقعه دي، لو حد يعرف يقول لي. بس المهم ان هي طلعت. حسيت ان هي صغيره قوي لو اتحطت لوحدها، فقلت احطها على الشمعه دي، كنت عاملاها قبل كده برضو. فانتوا لو عندكم شموع قديمه صبوها في اي جار صغنن كده عندكم وريحوا نفسكم. الفكره متعبه جدا حقيقي، تعبتني. اي جار عندك صبي فيه الشمع وخلاص وخلصنا، وحطي الفتيل.